مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا Arab Army Fort. أفاد تقرير أمريكي حديث أن المغرب خصص ميزانية للدفاع قدرها 17 مليار دولار في عام 2023 ضمن رؤية تحديث الجيش المغربي من خلال خطة التحديث 2030 تهدف للتصدي لجميع التهديدات الأمنية. وأضاف التقرير أن الخطة تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، لافتاً إلى أن المغرب يعد أكبر مشتر لأنظمة الدفاع الأمريكية على مستوى القارة الإفريقية. كما يستهدف المغرب في إطار الخطة ذاتها إنشاء صناعة دفاعية محلية، فقد أصدرت المملكة إطاراً قانونياً لدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع على أراضيه. وخصص المغرب وفق التقرير 20 مليار دولار لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التحديث والتوافقية، مضيفاً أنه تفوق على السعودية بصفقات تصل قيمتها إلى 10.3 مليار دولار. وقال: التقرير الذي أصدرته إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية أن الجيش المغربي كبير وملتزم بجهود التحديث. وتضاعفت مبيعات الأسلحة الأمريكية للمغرب بأكثر من الضعف في عام 2020، حيث ارتفعت من 401 مليار دولار 36 مليار درهم مغربي إلى قيمة مبيعات مكتملة حالياً تبلغ 8 مليار دولار 76 مليار درهم مغربي. واحتلت المغرب المرتبة 29 كأكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في عام 2022. وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يستورد المغرب 76% من أسلحته من الولايات المتحدة، تليها فرنسا 15%، والصين 6%، وستساهم الزيادة في ميزانية الدفاع أيضاً في تعزيز أسطول دورية البحرية الملكية مع فرقاطتين جديدتين. يخطط المغرب للاستثمار في نظام مراقبة ساحلية من الدرجة الأولى، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة. كما يخطط المغرب أيضاً للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع الإلكتروني. تشير التقارير الأمريكية إلى أن المغرب يتجه نحو تحديث شامل للجيش والقوات الدفاعية في إطار خطة التحديث 2030، حيث خصصت ميزانية دفاعية بلغت 17 مليار دولار في عام 2023. هذا الاستثمار الضخم يعكس التزام المغرب بتحقيق التحديث وتعزيز القدرات العسكرية للتصدي لكافة التحديات الأمنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. تتنوع أهداف خطة التحديث 2030 بين تحسين قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وإنشاء صناعة دفاعية محلية قوية، مما يظهر استراتيجية المغرب في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي. وفقاً للتقرير، فإن المغرب يعد أكبر مشتر لأنظمة الدفاع الأمريكية في إفريقيا، ويقوم بصفقات تبلغ قيمتها 10.3 مليار دولار، متفوقاً على دول كبيرة مثل السعودية. من بين الأهداف الاستراتيجية الأخرى للمغرب، يتضمن التقرير تعزيز قدرات البحرية الملكية، حيث يخطط للاستثمار في نظام مراقبة ساحلية من الدرجة الأولى وتعزيز أسطول دورية البحرية بإضافة فرقاطتين جديدتين. كما يسعى المغرب أيضاً للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع الإلكتروني مع تحديث شامل للقوات البرية والجوية. تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يعكس التفاني المغربي في تحقيق التحسينات الضرورية لتعزيز الأمان الوطني والمساهمة الفعالة في الاستقرار الإقليمي والدولي. من خلال الزيادة الملحوظة في ميزانية الدفاع، يظهر المغرب استعداده لتحسين الجاهزية العسكرية والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية المتنوعة. تأتي هذه الخطوة في سياق الاستثمار في القدرات التكنولوجية والتكتيكية، مما يعكس التفاني في تعزيز التعاون الدولي، خاصة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وتعزيز القدرات الذاتية في مجال صناعة الدفاع. تقدم الخطة الاستراتيجية أيضاً نظرة نحو التنوع في مصادر التسليح، حيث يظهر المغرب استعداده لتوسيع شراكاته في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة وفرنسا والصين. هذا التوجه يعزز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في سوق الأسلحة الدولية. تتيح هذه الاستثمارات المكثفة للمغرب الفرصة لتعزيز قدراته البحرية وتعزيز التأهب الأمني على السواحل. كما تعكس الخطوات الرامية لتعزيز الدفاع الإلكتروني وقدرات القيادة والسيطرة تصاعد التهديدات التكنولوجية والإلكترونية في العصر الحديث. يعكس تفوق المغرب في صفقات الأسلحة الرئيسية على السعودية واحتلاله المرتبة 26 كأكبر مستورد للأسلحة في عام 2022، تميزه كلاعب رئيسي في المجال الدفاعي.
يتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين القدرة التنافسية للمغرب على الساحة الدولية وتقوية دوره في دعم الاستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف المغرب في إطار هذه الخطة الوطنية للتحديث إقامة صناعة دفاعية محلية قائمة على تشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا العسكرية في البلاد. وقد أصدرت المملكة إطاراً قانونياً لدعم نمو قطاع صناعة الدفاع، مما يعكس التفاني في بناء قدرات مستقلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع. من الجوانب الاقتصادية، أشار التقرير إلى تخصيص المغرب لميزانية بقيمة 20 مليار دولار لأهداف استراتيجية، مما يشير إلى التزام البلاد بتحقيق التوازن بين التطوير العسكري والتوجهات الاقتصادية المستدامة. وفي هذا السياق يظهر أن المغرب يسعى إلى تعزيز التوافق بين الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية، مما يعزز مكانته كلاعب رئيسي في المساعي الأمنية والاقتصادية في المنطقة. من الناحية الاستراتيجية، يشير التقرير إلى أن الزيادة الملحوظة في ميزانية الدفاع ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الأسطول البحري وتطوير نظام مراقبة ساحلية متقدمة، مع تعزيز القدرات في مجالات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع الإلكتروني. كل هذه الخطوات تعكس الاستعداد المغربي للتعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات الأمنية على الصعيدين الوطني والإقليمي. نختم هذا الفيديو بالتأكيد على أهمية الجهود التي يقوم بها المغرب لتعزيز الأسطول العسكري البحري، وكيف تمثل هذه الخطة استراتيجية ذكية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. نأمل أن يكون هذا الفيديو قد نقل لكم نظرة أعمق على التطورات الأمنية في المغرب وجهوده الجادة لتعزيز الأمان البحري وتحقيق الاستقرار. إذا كنتم قد استمتعتم بهذا الفيديو، ندعوكم للمشاركة والإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المحتوى المثير والإلهام. شكراً لكم على المشاهدة، ونتطلع إلى لقائكم في مقاطع الفيديو القادمة. نختم هذا الفيديو بالتأكيد على أهمية الجهود التي يقوم بها المغرب لتعزيز الأسطول العسكري البحري، وكيف تمثل هذه الخطة استراتيجية ذكية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. نأمل أن يكون هذا الفيديو قد نقل لكم نظرة أعمق على التطورات الأمنية في المغرب وجهوده الجادة لتعزيز الأمان البحري وتحقيق الاستقرار. إذا كنتم قد استمتعتم بهذا الفيديو، ندعوكم للمشاركة والإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المحتوى المثير والإلهام. شكراً لكم على المشاهدة، ونتطلع إلى لقائكم في مقاطع الفيديو القادمة. نختم هذا الفيديو بالتأكيد على أهمية الجهود التي يقوم بها المغرب لتعزيز الأسطول العسكري البحري، وكيف تمثل هذه الخطة استراتيجية ذكية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. نأمل أن يكون هذا الفيديو قد نقل لكم نظرة أعمق على التطورات الأمنية في المغرب وجهوده الجادة لتعزيز الأمان البحري وتحقيق الاستقرار. إذا كنتم قد استمتعتم بهذا الفيديو، ندعوكم للمشاركة والإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المحتوى المثير والإلهام. شكراً لكم على المشاهدة، ونتطلع إلى لقائكم في مقاطع الفيديو القادمة.